اول لما الاذان بيأذن بنبتدي نتقل في الاكل جامد، وخصوصا مع المائده المصريه الاصيله ده بيدينا احساس كبير جدا بالتعب. استنى بس، مش معنى كلامي ان انا هقول لك جوع نفسك وما تفطرش كويس في رمضان، لا بالعكس، انا عايزك تفطر كويس بس مش عايزك تدبها جامد في الاكل، لان بمنتهى البساطه يا جماعه لما بنبتدي ندخل كميه اكل رهيبه بعد 14 ساعه صيام ده بيسبب ارتفاع في مستوى السكر في الدم، وده اللي بيخلي هرمون الانسولين ينط في السماء، وده اللي احنا بنسميه الانسولين سبايك. بعد لما بيحصل الارتفاع الرهيب في مستوى السكر في الدم ده، مستوى السكر في الدم بيبتدي ينزل تاني بشكل سريع برضه، وده بيسبب الوخم او التعب اللي بيخلينا ولا عارفين نتمرن ولا نصلي ولا نعمل اي حاجه، وكمان بيسبب زياده الوزن. هنعالج ده ازاي؟ اول حاجه ان احنا نكسر صيامنا بالتمر او بمشروم رمضاني بس من غير سكر. بعد كده نبتدي الوجبه الرئيسيه تكون فيها نشويات معقده جايه من البطاطس او من الرز او من المكرونه البني، فيها بروتينات جايه من اللحوم او الاسماك، وفيها دهون صحيه. ولو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر ابعتوا لي على الخاص، وممكن اقول لكم شويه جايد لاين كده تقدروا تمشوا عليها في رمضان ان شاء الله.